لطالما عانى وطننا من التطرف والفكر الصحوي التحريضي، حتى أنه فقد نسبة لا يستهان بها من شبابه الذين كان من المفترض أن يعملون على بناء هذا الوطن، لكنهم عملوا على هدمه وهدم أوطان أخرى. ولكن ذلك المعول كسر بعد أن تكسرت قيود الفكر التي كانت تسيطر على العقول آنذاك. أين شباب الأمة؟ ألا تتحرك نخوتهم ورجولتهم؟ ألا تتحرك قلوبهم لصرخات أخواتهم؟ لن تنتصروا في سوريا ما دام أنه لا زال من بيننا وبين بيوتكم عوائل مؤيدة للنظام، وأنتم تعلمون مكانهم ويعيشون بينكم. الشباب الله يعطيهم العافية وصلوا لنا درع اليوتيوب بعد ما وصلنا إلى 100,000 في القناة. الله يعطيهم العافية، الله يعطيهم العافية جميعا. صالح حمامة الغامدي شخص روج له ونفخ من قبل أعداء الوطن من الهاربين والإرهابيين وغيرهم، مخبب ضد وطنه ومغسول الدماغ. ارتأوا أنه مشروع محرض ناجح، وذلك لنزعته التعصبية الرياضية التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نزعة تعصبية تحريضية. هل صالح من الأساس شخص ملتزم دينيا ويستحق أن يكون واعظ؟ أم أنه لون بتلك الألوان من قبل المخيمات الدعوية التي نظمت بعد أن كانت فوضى لا تخلق إلا جيل إرهابي متطرف لا يبحث إلا عن التقييد لمجتمعه حتى لو كان عن طريق القوة؟ صحح معلوماتك. المخيمات التي تتحدث عنها لم تمنع، إنما نظمت، والقائمين على تلك المخيمات لا يريدون التنظيم، يريدون الفوضى السابقة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. فمن لبس ثوب الواعظ التقي من أجل التأثير على العاطفة الدينية لدى الكثير من الناس وتمرير أفكاره المسمومة الهدامة التي لا تمت للدين بصلة، فهو يلبس الحق بالباطل. هذا أسلوبهم القديم لم يتغير، ولكننا نحن من تغيرنا للأفضل، وهم يريدون إعادتنا لقيودهم. ابقوا واعين آمنين فكريا. في أمان الله.